سلام الزينات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد من قناة لميو كويزين. ان شاء الله الفيديو تاع نهار اليوم تلقاكم بخير وعلى خير يا رب. اليوم جيت وجبت لكم فطيره تركيه بحجم عائلي بواحد الوصفه تهبل على بالي بلي غادي تجربيها خطره ما تزيديش تستغناي عليها. الحاجه اللي شابه فيها بزاف وتعجبنا حنا النساء، سهله غير بالمغرف وانت قضيتي صالحه، ما تعجني ما تدلكي ما تتعبي، سيرفيس رابيد 10 مينوت وانت وجدتيها بواحد العجينه قطنيه تذوب ذوبان في الفم. وصفة العجينة هذه تنجمي تستعمليها في عدة وصفات، منها فطيرة في الفرن، فطائر المقلة، دي سيغار وتحشيهم بالفرماج وطون لي كورنيشون. ليسونسيال العجينة هذه تسحقوها في رمضان ان شاء الله، ترافقوها مع لاصوب كيما درت انا ولا مع شوربه فريك. وقبل ما نروحوا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير نقول لكم ماذا بكم تدعموني بهذاك الجال، واللي مشتركه تشترك معنا وتفعل زر الجرس باش يوصلك كل جديد تاعي. نروحوا نشوفوا طريقه التحضير كيف نسموا بسم الله ونصلوا ونسلموا على رسول الله. هنا في ريسيبيون كنت حطيت مغرفه صغيره سكر، مغرفه صغيره خميره العجين، ومغرفه صغيره ملح، والزعتر بيان سور اللي يبغيه. الكاس المستعمل سعه 220 مل. استعملت نص كاس حليب فيه 2 مغارف صغار تاع حليب بودره اللي هي لحظه، ونص كاس ماء، وربع كاس تاع الزيت، وعندنا حبيبه تاع بيض نفصلوا البياض على الصفار. البياض نستعملوه في العجين والصفار نخلوه دو كوتي، من بعد نقول لكم فاش تستعملوه. نروحو نخلطوا المكونات تاعنا غير بالفوي حتى تشوفوا هذاك الزيت سي بون تجانس مع المكونات الاخرين. دركا نجيبوا الفرينه تاعنا اللي تكون مغربله بيان سور كيما موالف نقول لكم، ونبقاو نحطوا غير بشويه ونلموا غير بسباتول. تلمي بسباتول ولا بمغرف تاع حطب ولا كيما تبغي، ليسونسيال ما غاديش تتعبي معاها. هذه العجينه تجي طريه وسهله، ما تنعجن ما تندلك. تبقي تحطي في الفرينه تاعك غير بشويه وتدوري بسباتول وتلمي، تحطي وتلمي حتى تتحصلي العجينه طريه كيما هكا. راكي تشوفي فيها طريه بصح ما تلصقش في اليد. كي تشوفيها تلمت لك سي بون وخليها طريه، نركز لك على خليها طريه باش تجيك مقطنه من الداخل. نزيدوها مغرفه كبيره تاع مارغارين، وهنا دخلي المارغارين تاعك في العجين مليح وخليها دو كوتي تخمر لك. غطيها ببابي سيلوفان وخليها تتخمر. لو طون اللي قاعده تخمر العجينه تاعنا نروحو نحطو في مقله شويه تاع الزيت، ونجيبو حبيبه تاع بصل تكون متوسطه ولا كبيره كيما تبغي، وقليها بيان في هذاك الزيت حتى تتكرمل لك هكا باه تعطيك غوش باب. ولي زيبيس عندنا ملح، فلفل كحل، فلفل عكري، وتوابل اللحم بيان سور. اللي يبغي يديرهم اللي ما عندكش يستغنى عليهم. كيما راكي تشوفي كي تاخذ هذا اللون هذا المارون كراميل، زيدي عليها 2 سنينات تاع توم، قليهم كيف 1 دقيقه، ميم با دقيقه، غير هكا خلطيهم مع بعضهم بعض. وجيبي اللي عندك، انا درت هنا لحم مرحي، عندك فيونداشي، عندك بولي اشي، عندك دانداشي، استعملي اللي كان عندك موجود. ولا ما عندكش اللحوم تنجمي تستغناي عليهم وديري الطون. وهنا كي تقلى اللحم تاعي جبت صوص طوماط، كانت عندي واحد قيمه 2 مغارف كبار تاع صوص طوماط تاع بيتزا، استعملتهم باش يجي اللحم تاعنا مشخشخ وطري ومشمخ كيما نقولوا، ما يجيش ناشف. ما عندكش صوص طوماط ديري حبه طوماطيش كبيره ربيها وخليها طيب. ما عندكش ديري 2 مغارف كيتشوب. ليسونسيال اللحم تاعك شوفي اش تزيدي له باش يجيك طري. سي بون هنا كي قلات نروحو نرجعوا للعجين تاعنا بعد ما تكون تخمرت. شوفوا البنات العجينه الله يبارك كي خليتها وعطيتها الوقت. حطيها في بلاصه دافيه كيما نعرفوا دركا راه البرد، حطيها في بلاصه دافيه وخليها تطلع لك. هنا في البلان دو طرافاي كنت حطيت البابي كويسون تاعي ودهنته بقطره تاع الزيت. علاه هي العجينه ما تلصقش في البابي كويسون. شغل انا نبغي ندير الزيت باش تجيكم لاباط من تحت كروستيونت كي طيب. وبغيت نقول لكم تاني في المكونات تاع لاباط البنات اللي ما بغاتش دير الحليب تبغي دير ياغورت ناتور عادي، ميم ياغورت ناتور يعطيها واحد لا تيكستور تاني شابه بزاف. ليسونسيال العجينه هذه ادمان الله يبارك تستعملوها كيما قلت لكم في شحال من وصفه، سورتو راه داخل علينا الله يبارك الشهر الفضيل، ما تستغناوش عليها دائما تلقاوها سورتو في السحور. شنو نقول لكم، تضربوا طرف من هاد الفطيره البنات 3 ايام ما تاكلوش، تالمون لله يبارك تشبع وبنينه بزاف. كما راكم تشوفوا انا هنا حليت العجينه تاعي غير بيدي باسكو عجينه طريه وقطنيه.
ومن بعدها حطيها في البلا تاعك. البلا تاع 30 على 40 ولا 40 على 25. ليسونسيال هذه العجينه كبيره ودير لكم خبزه كبيره ما شاء الله، فطيره عائليه. تبغي تقسميها على زوج وديري زوج فطائر نورمال. ديروا الفور تاعكم حامي على 220 درجه، وحطوا الفطير وشعلوا له من الفوق والتحت. ولي الفور تاعها يشعل غير من التحت عادي، شعلي له من التحت، وديري الشالير تورنونت كيما نقول لكم كي يقولوا لها الفونتيلاتور. ما عندكش فونتيلاتور شعلي لها من التحت وخليها طيب، كي طيب لك من التحت شعلي لها من الفوق. هنا نروحوا نديروا الخليط تاعنا اللي غادي ندهنوا به الوجه تاع الفطيره تاعنا. صفار البيض اللي كنا احتفظنا به قبيله نزيدوا عليه قيمه فنجان تاع كريمه سائله. استعملوا اي نوعيه كانت عندكم. ما عندكمش كريمه سائله ديروا وحده ياغورت ناتور عادي. خلطوا هذاك صفار البيض مع الكريمه السائله ودهنوا به الوجه تاع الفطيره. كما راه موضح لكم في لا فيديو تابليكي كاع هذيك لا كريم فوق الوجه تاع الفطيره تاعك. هكا بتجيك الفطيره تاعك طريه ومشمخه، ما تجيكش ناشفه، او ميم طون تعطيها واحد الكوش شباب بزاف. نروحوا للفرامج تاعنا. هنا في اون بوش جوطابل عندي جبن طري. استعملي اي نوعيه كانت عندك تاع الباطا تاع هذاك تاع لي باليت كيما تبغي. انا كانت عندي هذا تشيزي بنين كيما على بالكم تشيزي بنين بزاف، درت شويه كونتيتي صغيره في اون بوش جوطابل. وهنايا اللي غادي نرابيه من الفوق عندي نابولي وعندي ادم. نابولي على الطراوه وادم على لوغو. هنا بعد ما خليت العجينه تاعي بيان سور كي دهنتها بهذيك لا كريم رحت خليتها تتخمر. كيما راكم تشوفوا انا طراسيتها بهذا الشكل. تبغوا تطراسوها في الطول تبغوا تطراسوها في العرض كيما تبغوا. لوسونسيال كي تلقاوها انتفخت غادي كي تطراسوها سيباري بين طرف وطرف. عندكم هنا درت في هذيك لا سيباراسيون في هذوك الخطوط درت فرماج الجبن الطري اللي كنت درته في لابوش جوطابل. وفوق هذاك الجبن الطري حطيت اللحم المرحي تاعنا الفيونداشي اللي كنا طيبناه مع البصل. بيان سور الفيديو راه باين كيما راكم تشوفوا. بهذه الطريقه تنجموا تقولوا عليها فطيره محشيه، تنجموا تقولوا عليها فطيره محشيه تلمو لي راهي مشارجه الله يبارك وراهي معمره. وكيما كنت قلت لكم اللي ما عندهاش لحوم دجاج ولا لحم تنجم تستغنى عليه وتستعمل الطون عادي. استعملي واش عندك في الدار. كيما راكم تشوفوا انا هنايا سيبون عمرتها حشيتها ونزيدو نرابو فوقها هذاك الفرماج اللي قلت لكم عليه. استعملت نابولي وادم، خلط واحد بنين وواحد طري. وتحطوا الفرماج تاعكم في هذوك الفراغات البيضين فوق الكريمه السائله. نورمالمون الفيديو راه واضح. شوفوا البنات كيما هكا قبل ما طيب راهي تشهي. الله يبارك شهيتكم في الجنه. ديروها بربي ان شاء الله ما تندموش عليها. هنا بعد ما طابت عندكم الله يبارك زادت انتفخت في الفور. كنت درتها على 220 درجه بيان سور اقصى درجه عندك كيما البيتزا باه تنتفخ وتجي طريه وجاتني كروستيونت من تحت. بيان سور كنت دهنت هذاك البابي كويسون بالزيت. ما تديلكمش في الفور يا ربي ربع ساعه ماكسيموم. شوفوا كي جات. وهذاك الفيونداشي البنات يطلق لاصوص تاعه كي تجي تقطعيها غادي تلقيها من الداخل مشمخه ماشي ناشفه طريه. وسيرتو العجينه تاني مقطنه ما نحكيش. طريقه التقطيع انا كنت في الطول قصيتها على زوج سما في النص، والعرض كنت قصيتها على 4. بونتيا قصيها كيما بغيتي. تبغي تنجمي تخرجي حتى 10 مرصويات فيها باسكو الله يبارك جايه عائليه وكبيره. ونزيدكم بعض الافكار اللي ماشي باغيه ديرها كيما هكا فطيره كاري، تبغي ديريها فطائر مدورين ولا اوفال هذوك اللي جايين على شكل قوارب تاني تجي شابه بزاف. وهذه لافاغ تاعك اللي تكوني خدمتيها احشيها في هذوك القوارب وصبي فوقهم داك الفرماج تاني تجي شابه. تبغي ديريها اوفال تبغي ديريها غون تبغي ديريها خبيزات صغار محشيين. قلت لكم العجينه هذه كيما كان حالها تجي شابه. ليسونسيال نتيا بغيتيها كاري ولا بغيتيها طرف صغار اللي يساعدك هذاك هو. شوفوا كتجي في النص الله يبارك تجي بنينه بزاف.
وهذيك لاصوص تاع الفيونداشي تاني زدت عطاتها بنه على بنه. كيما قلت لكم اي حاجه واي مكون نستعملوه في طيابنا بيان سور غادي يزيد لنا بنه، سواء من هذيك الكريمه السائله اللي حطيناها، سواء من هاد لي فروماج اللي حطيناهم من الفوق، الله يبارك كلشي زادها بنه على بنه. ومن بعد كي قطعتها وكملت كنت رشيت عليها رشه تاع زعتر، اللي يبغيه بيان سور، اللي ما يبغيهش ينجم يستغنى عليه ويحط في بلاصته المعدنوس. كانت هذه هي طريقة التقديم تاعي، وكان هذا هو عشايا الحمد لله على النعم. كنت رافقت الفطيرة تاعنا مع بويون، درت شوربة خضار الله يبارك بنة ولا أروع، ويجي خاطر ويجي بنين. سما اللي عندها ولادها ما ياكلوش الخضرة كيما بناتي ما عليكم غير بهاد لي سوب. هنا اللي تبغي تزيد دير مايونيز كيما انا نبغيها بالمايونيز، تحط لا مايونيز بيان سور كيما كنت قلت لكم انا ما نشيش مايونيز من برا، صنع منزلي. واللي ما تبغيش تخليها كيما راهي الله يبارك، تكفي وتوفي، راهي ديجا مشارجيه، هي في حد ذاتها راهي مشارجيه، ما عندكم ما تزيدوا لها. شوله انا نبغي معاها لا مايونيز. شهيتكم في الجنه البنات، ماذا بيا تجربوها في اسرع وقت قبل ما يدخل عليكم رمضان. وردوا لنا في لي كومونتير هكا باه تعرفوا رواحكم في رمضان شا غادي ديروا، تالمون لي حنا رمضان رانا مبريسين ما نبقوش نجربوا في وصفات جدد بيان سور، ماذا بينا حاجه نكونوا جربناها من قبل. كيما راكم تشوفوا لاصوب تاعي خاطره بنينه كراف، ان شاء الله قبل رمضان نشارك معاكم الوصفه تاع هاد لاصوب. وفي الاخير حبيباتي ما عليا غير نقول لكم ان شاء الله الفيديو تاع نهار اليوم يكون عجبكم ونال رضاكم، واذا عجبكم ما تبخلوش عليا بهذاك الجام وديروا لي اشتراك للقناه باش هكا كل ما ندير فيديو جديد يوصلكم. دركا نقول لكم الى فيديو قادم وصفه جديده من وصفاتي. السلام.